السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني أخواتي؟ إن شاء الله الكل يكون بخير بصحة وعافية إن شاء الله. بغيت نقدم لكم اليوم واحد وصفة تاع السردين. السردين بغيت نديره مقلي، وإن شاء الله غادي ندير معاه شوية ديال الكروفيت وشوية ديال البطاطس مقلية. هنا كنقطع في الربيع كما كتشوفوا، غادي نقطعها في هاد القطاعة، هاد الأشواط، وان شاء الله غادي تعجبكم هاد الوصفه بزاف. هنا درت الخرقوم كما راكم تشوفوا، غادي نزيد البزار الكحل، وغادي ندير التحميره ولا البابريكا الحلوه والثومه وصافي. هادشي اللي كاين. ان شاء الله غادي تعجبكم الوصفه بزاف وتجربوها باذن الله. كما كتشوفوا زدت الملحه، ضروري الملحه، واخا يكون السردين شويه مالح مي ضروري تزيدوا شويه ديال الملحه. هادي شحال ما حطيت لكمش فيديوهات حيت كنت شويه مشغوله. غادي نزيد شويه ديال عصير الليمون باش يعني يجي منكه بعصير الليمون، باش يحيد منه ديك الزفوريه، في نفس الوقت يعطيه مذاق زوين. وغادي ندير الثومه كما راكم تشوفوا، وان شاء الله غادي نزيد الصلصه الحاره، ونزيد بصله واحده. البصله علاش؟ البصله الصراحه عندها واحد الدور كبير في تحضير السردين، كيعطيها واحد المذاق، كتعطي واحد المذاق للسردين رائع. ملي تكون يعني ملي تبقى تقلى مع السردين غادي تعطيه واحد المذاق رائع. جربوها وغادي يعجبكم هذا الحل بزاف بزاف. كما كتشوفوا كتبقاو طحنوا هاد المكونات، خاصها تطحن مزيان مزيان تتولي بحال البوماد. هنا زدت الصلصه الحاره، وغادي نزيد بصله كما قلت لكم، غادي نشنفها ومن بعد غادي نطحنها مع هذا الخليط. والصراحه كتعطي واحد المذاق بنين بزاف للسردين في النهايه. هنا كما كتشوفوا كنطحنوا هاد المكونات حتى تولي بحال البوماد، ونبداو نشرملو بها السردين ان شاء الله.
كما راكم تشوفوا كنبداو ندخلو الحشوة في السردين لداخل باش تشرمل مزيان ويتمغينا ويترقد مزيان. هنا غادي نخليوه على الاقل ساعة يتشرب هاد الشرمولة، ومن بعد غادي نبداو في القلي ان شاء الله. غادي نزيدو عليه الحبات نتاع الكروفيت كما راكم تشوفوا هما كبار شويه، غادي نزيدوهم في ديك الشرموله باش يتشربوا من ديك الشرموله حتى هما. ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو في القلي نتاع السردين، وغادي تاني نطيبو يعني نقليو شويه دوك الحبات تاع الكروفيت صافي، وان شاء الله يكون الغداء جاهز باذن الله. كما كتشوفوا كنخلطوا مزيان هاد الشرموله مع السردين ومع الكروفيت، وغادي نخليوه مدة ساعة يتشرب ونبداو في القلي. هنا كناخدو الشابليغ راكو عارفينه كيكون دوغي، غادي نزيد عليه لا سمول تاع الغناغ، غادي نزيد عليه السميده كتكون مويان، غادي نخلطها مع الشابليغ باش يشد في السردين مزيان ويعطيه واحد المذاق خوكون زوين بزاف. هنا ضروري نخلطوهم بجوج، ومن بعد غادي نزيد عليهم بابريكا الحلوه، شويه ديال البصار الاسود، وشويه ديال الملح ضروري باش من يتقلى يجي فيه المذاق نتاع هاد المواد هاد العطريه ويجي محمر وزوين. هنا كما راكم تشوفوا كبيت الزيت، وغادي نبدا ان شاء الله في القلي من بعد. صافي هنا كما راكم تشوفوا غادي نشد السردين بهاد الطريقه، غادي نبدا هكا ندير في داك الشابليغ حتى يتلبس مزيان ونرميه في الزيت.
هنا كما كتشوفوا كنقليو هاد السمكات تاع السردين. كما كتشوفوا كنلبسوهم شابليغ مع السميده اللي درت فيها شويه ديال البزار وداك الشيء. صافي قليته. هنا غادي نبدا في تحضير حبات نتاع الكروفيت. كما كتشوفوا درت الزبده في المقله. ضروري ديروا الزبده باش تعطي واحد المذاق بنين. دوك الحبات نتاع الكروفيت يكونوا ديجا مشرملين مع السردين، كيكونوا ديجا شربوا الشرموله، كيجيو بنان بزاف. سيرتو ملي يكون هذا الربيع وهذا الشيء معاهم صراحه كيجيو بنان بواحد الدرجه كبيره بزاف. غادي نزيدو نعصروا عليهم شويه ديال الليم باش يعطيهم مذاق، شويه ديال الحموضه، ويجيو بنان وان شاء الله ياكلوهم الوليدات بالصحه والهنا يا رب. هنا عصرت عليهم الحامض، الليمون، واحد النص نتاع ليمونه. غادي نخليه يتشرب ديك النكهات مزيان، ومن بعد غادي ننزله في الطبسيل. كما كتشوفوا غادي نبدا ننزله في الطبسيل. صافي وجد رائع بواحد المذاق زوين وبنين بزاف بزاف. صافي هذا هو الغدا ديالنا. كما كتشوفوا كروفيت والسردين مقلي، والبطاطس درتها بوتيتوس في اير فلاير وجات زوينه بزاف وشهيه طيبه. ودمتم في رعايه الله وحفظه.